السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى طلاب أولى ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة هنكمل مع بعض شرح نص الدرس اللي هو بتاع الكربوهيدرات اللي احنا سبناه وما شرحناهوش عشان بس في ناس أصغر بتتابعنا. أنا عارفة على فكرة إن الفيزياء والكيمياء والأحياء انضموا مع بعض في مادة واحدة وسموها علوم متكاملة، والمناهج اتغيرت أو المنهج تقريبا يعني بنسبة 90% متغير. فاحنا هنستنى المنهج الجديد اللي هينزل او اللي هينزلوه الوزاره تبع العلوم المتكامله. ده هيكون عباره عن ايه؟ لان هم قالوا ان هم في تغيرات كتير في المنهج، وان هم هيدمجوا الحاجات المتشابهه من الكيمياء والفيزياء والاحياء مع بعض، وان هم هيمنعوا التكرار، وقالوا حاجات كتير جدا. يعني معنى كده ان في حاجات كتير متغيره في المنهج. فاحنا المفروض نستنى المنهج الجديد عشان بس ما ننزلش حاجه او ما ناخدش حاجه تكون مش علينا، او ناخد حاجه وتكون الحاجة دي محذوفة أو مش علينا أو مش هندرسها فنضيع فيها وقت ونضيع فيها اجتهاد وتصوير ومذاكرة. احنا عايزين نمشي مع الوزارة. أول ما هينزلوا المنهج بتاع العلوم المتكاملة أنا هدرس المنهج ده كويس، وهبدأ إن أنا أديكم الحصص بتاعتكم عادي جدا، مفيش أي مشاكل، وأنا مكملة معاكم على فكرة. احنا بس النهاردة هنكمل الفيديو بتاع المرة اللي عدت اللي هو بتاع الدرس الأول عشان بس الناس بتوع الأزهر، وعشان لو في حد يعني عايز الفيديو ده او محتاجه يعني، فاحنا هنكمله مع بعض وهنشرح الجزء اللي كان فاضل لنا في درس الكربوهيدرات، وبعد كده هنوقف تصوير لحد ما نشوف المنهج الجديد، واول ما ينزل هنبدا نكمل مع بعض تصوير. يعني انا مكمله معاكم ما تقلقوش. لو فاكرين احنا اخدنا الحصه اللي عدت اخدنا السكريات الاحاديه والسكريات الثنائيه اللي هي كانت تحت مسمى السكريات البسيطه. فالنهارده هناخد مع بعض السكريات السكريات المعقده. لو فاكرين برضو ان السكريات المعقده دي قلت لكم يعني ايه سكر معقد، يعني ايه سكر احادي، ويعني ايه سكر ثنائي. كان السكر الاحادي بيتكون من جزيء واحد من السكر. السكر الثنائي كان بيتكون من جزيئين من السكر عباره عن سكر احادي زي سكر احادي ادوني سكر ثنائي. لو فاكرين قلنا السكريات المعقده هي عباره عن اكتر من جزيئين من السكر. يعني ممكن تكون 3 جزيئات سكر، ممكن تكون 4 جزيئات سكر متحدين مع بعض، بس طبعا سكريات احاديه. يعني السكريات المعقده عباره عن سكريات احاديه متحده مع بعض فادتني سكر معقد او بنسميه عديد التسكر. يبقى السكريات المعقده عباره عن سكريات احاديه متحده مع بعض، اكتر من جزيئين من السكريات الاحاديه متحدين مع بعض ادوني سكر معقد. يعني ممكن يكونوا 3 جزيئات من السكر، ممكن يكونوا 4 جزيئات، ممكن يكونوا 5 جزيئات، ممكن يكونوا 6 جزيئات، والحاجات دي احنا قلناها في الحصه اللي عدت. فهنبدا النهارده نشرح مع بعض بسم الله السكريات المعقده. اول حاجه محتاجين نعرفها عن السكريات المعقده وهي خصائص السكريات دي. ايه الخصائص بتاعت السكريات المعقده؟ لو فاكرين برضو احنا اخدنا السكريات البسيطه كان ليها خصائص، الاحاديه والثنائيه كان نفس الخصائص هي في الاثنين، تمام، لان هم ضمن السكريات البسيطه. فالنهارده السكريات المعقده ليها خصائص برضو، وهي عكس الخصائص بتاعت السكريات الاحاديه والثنائيه. طب ايه هي الخصائص بتاعت السكريات المعقده؟ أول خاصية من خصائص السكريات المعقدة هي غير قابلة للذوبان في الماء. يعني هي ما بتدوبش في المية. لو فاكرين أخدنا السكريات البسيطة اللي هي الأحادية والثنائية زي الفركتوز والجلاكتوز والرايبوز وكل السكريات اللي احنا أخدناها، المسميات اللي أخدناها يعني كانت بتدوب في المية. قلنا إن احنا لو حطيناها في مية هتدوب، لكن هنا عندي السكريات المعقدة ما بتدوبش في المية. يعني لو حطيتها في مية هنلاقيها ما دابتش. تمام. يبقى أول خاصية من خصائص السكريات المعقدة إن هي غير قابلة للذوبان في الماء. غير قابلة للذوبان في الماء. يبقى أول خاصية إن هي غير قابلة للذوبان في الماء. إيه تاني خاصية مثل السكريات المعقدة؟ تاني خاصية إن هي ليها وزن جزيئي عالي. لو فاكرين كانت السكريات الأحادية والثنائية كان الوزن الجزيئي بتاعها منخفض، لكن هنا السكريات المعقدة الوزن الجزيئي بتاعها عالي. يبقى لها وزن جزيئي عالي، لها وزن جزيئي عالي. تمام. يبقى هي غير قابلة للذوبان في الماء، لها وزن جزيئي عالي. ثالث خاصية ثالث خاصية إن هي ليس لها طعم حلو.
يعني طعمها مش حلو، طعمها وحش. لو فاكرين السكريات الأحادية والثنائية كان ليها طعم حلو، يعني سكر مثلا زي سكر الجلوكوز اللي هو سكر العنب أكيد طعمه حلو، سكر مثلا زي سكر الفركتوز اللي هو سكر الفواكه أكيد طعمه حلو، ما هو من اسمه سكر فواكه يعني حاجة حلوة، سكر عنب يعني حاجة حلوة فليهم طعم حلو. لكن هنا السكريات المعقدة طعمها مش حلو، طعمها مش ايه، مش حلو، يبقى ليس لها طعم حلو. اوكي، يبقى احنا كده عندنا 3 خصائص للسكريات المعقدة. أول خاصية وإن هي غير قابلة للذوبان في المية، يعني قلنا لو حطيناها في مية مش هتدوب. تاني خاصية معانا هي ليها وزن جزيئي عالي. تالت خاصية وإن هي ليس لها طعم حلو، يعني طعمها إيه، مش حلو. لو أخدنا شوية نشا ودقنا شوية النشا دول هنلاقي إن طعمهم مش حلو، يعني النشا ده من السكريات المعقدة فهو طعمه مش حلو، هتلاقي طعمه كده عامل زي الدقيق بالظبط. تمام، يبقى احنا كده اخدنا الخصائص 3. ندخل بقى على التركيب الجزيئي. تاني حاجة محتاجين نعرفها عن السكريات المعقدة هي التركيب الجزيئي بتاعها. طب ايه التركيب الجزيئي بتاعها يا مس؟ لو فاكرين قلت لكم ان التركيب الجزيئي بتاعها قلنا ان هي بتتكون من ايه، من سكريات احاديه. يعني انا لسه شارحه وقلت ان هي بتتكون من سكريات ايه، احاديه، من عده جزيئات من السكريات الاحاديه مرتبطين مع بعض فادوني سكر ايه، معقد. يبقى التركيب الجزيئي بتاع السكريات المعقده هنقول ان هي بتتكون من عده جزيئات من السكريات الاحاديه مرتبطه مع بعض بطرق ايه، بطرق مختلفه، او مرتبطه مع بعض وخلاص ونسكت. تمام، ده في ايه، في التركيب الجزيئي. يبقى من ناحيه التركيب الجزيئي هنقول ايه، هنقول هي عباره عن عده جزيئات من السكريات الأحادية التي ترتبط مع بعضها. يبقى أنا عندي أكتر من سكر أحادي مرتبطين مع بعض هيدوني سكر إيه؟ سكر معقد، بس بشرط إن هما يكونوا أكتر من جزيئين، يعني ولا 1 ولا 2 من السكريات الأحادية مرتبطين مع بعض، لا أكتر من 2. يعني 3 جزيئات سكر أحادي مرتبطين مع بعض، 4 جزيئات سكر أحادي مرتبطين مع بعض، 5 جزيئات سكر، 6 جزيئات سكر، المهم إن هما أكتر من جزيئين من السكر. لان لو عندي جزيء واحد او جزيئين فدول هيدوني يا اما سكر احادي يا اما سكر ايه، ثنائي، مش هيدوني سكر معقد. لكن اكتر من 2 هيدوني سكر ايه، سكر معقد. بالنسبه لايه، للتركيب الجزيئي هي عباره عن عده جزيئات من السكريات الاحاديه اللي بترتبط مع بعضها عشان تكون لي السكريات الايه، المعقده دي. نيجي للامثله بقى. ايه الامثله اللي عندنا على السكريات المعقده يا مس؟ عندنا 3 امثله للسكريات المعقده. اول مثال وهو النشا، وتاني مثال وهو السليلوز، وتالت مثال وهو الجليكوجين. يبقى نشا، سليلوز، جليكوجين دول من السكريات الايه، المعقده. النشا والسليلوز والجليكوجين دول من السكريات الايه، المعقده. يبقى الامثله عندنا اول مثال النشا، تاني مثال السليلوز، وتالت مثال الجليكوجين. يبقى احنا عندنا الامثله اللي عندنا النشا، تمام، وعندنا السليلوز، وعندنا الايه، الجليكوجين. دول الامثله بتاعت السكريات المعقده. 3 امثله نشا، سليلوز، جليكوجين. هنعيد السبوره تاني بتاعت السكريات المعقده وبعد كده ندخل على الجزء اللي بعديه. احنا السكريات المعقده اخدنا فيها 3 حاجات، اخدنا خصائصها، اخدنا التركيب الجزيئي، اخدنا الامثله عليها. اول حاجه الخصائص بتاعتها. ايه الخصائص بتاعتها؟ اول خاصيه ان هي غير قابله للذوبان في الماء. قلنا لو حطينا النشا ده في ميه مش هيدوب، لو حطينا السليلوز مش هيدوب، لو حطينا الجليكوجين مش هيدوب. تمام، ده بالنسبه للايه، للخصائص. يبقى اول حاجه ايه، غير قابله للذوبان في الميه. تاني حاجه ان هي ليها وزن جزيئي عالي.
الوزن الجزيئي بتاعها عالي. ثالث حاجه ان هي ليس لها طعم حلو، لو اخدنا حته من النشا كده ودقناها هنلاقي طعمها ايه؟ مش حلو، طعمها زي الدقيق بالظبط. النشا العادي اللي هو عندكم في البيت طعمه مش حلو، روح خد شويه نشا ودوقهم وشوف طعمهم هيعجبك ولا لا، فهتلاقي ان طعمهم ايه؟ مش حلو. بعكس السكريات الوحيديه والثنائيه كان طعمهم حلو، يعني كان عندي مثلا سكر زي سكر العنب اللي هو الجلوكوز ده طعمه حلو، سكر مثلا زي سكر الفركتوز اللي هو سكر الفواكه ده طعمه حلو، لكن السكريات دي ايه؟ طعمها مش حلو. لكن السكريات التانية الأحادية والثنائية طعمها ايه؟ طعمها حلو. تمام؟ احنا ناخد شويه من سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز وندوقهم هنلاقي طعمهم حلو. بعد كده قلنا التركيب الجزيئي بتاع السكريات المعقده. التركيب الجزيئي بتاع السكريات المعقده قلنا ان احنا عندنا سكر احادي سكر احادي سكر احادي سكر احادي، بشرط ان هم يكونوا اكتر من جزيئين من السكريات الاحاديه مرتبطين مع بعض هيدوني سكر ايه؟ سكر معقد. ده بالنسبه لايه؟ للتركيب الجزيئي. بعد كده عندنا الامثله نشا سليلوز جليكوجين. هنمسح السبوره ونكتب الجزء اللي بعد كده او نشرح الجزء اللي بعد كده. طبعا دلوقتي هناخد الجزء الثاني وهو اهميه الكربوهيدرات. ايه اهميه الكربوهيدرات دي؟ الكربوهيدرات ليها 3 اهميات. الكربوهيدرات ليها كام اهميه يا مس؟ ليها 3. ايه هم؟ طب اول اهميه زي ما انت شايف كده انا كاتبه لك ال3. اول اهميه وهي الحصول على الطاقه، وتاني اهميه وهي تخزين الطاقه، وتالت اهميه هي بناء الخلايا. يبقى اول اهميه معانا وهي ايه؟ الحصول على الطاقه. الحصول على الايه؟ على الطاقه. تاني اهميه معانا وهي تخزين الطاقه. تخزين ايه؟ تخزين الطاقه. تالت اهميه وهي بناء الخلايا. بناء الايه؟ الخلايا. يبقى اهميه الكربوهيدرات الحصول على الطاقه، تخزين الطاقه، بناء الخلايا. نيجي بقى نشوف اول حاجه الحصول على الطاقه. ايه اهميتها في الحصول على الطاقه؟ بيقول لي ان الكربوهيدرات هي المصدر الاساسي والسريع في الحصول على الطاقه. يعني احنا من خلال الكربوهيدرات دي او الحاجات اللي احنا بناكلها اللي فيها كربوهيدرات بنحصل منها على الطاقه بتاعتنا. الطاقه اللي هي بتخلينا نتحرك، بتخلينا نمشي هنا ونعمل الواجبات بتاعتنا ونذاكر ويبقى عندنا نشاط وحيويه وكل الكلام ده. يعني احنا اصلا من غير الكربوهيدرات هنحس ان جسمنا في خمول، هنحس بكسل. يعني انت لازم تاكل اكل فيه كربوهيدرات عشان يديك طاقه ان انت ايه؟ تكمل وتعمل الحاجات اللي عليك وتعمل كل ايه؟ العمليات الحيويه بتاعت جسمك. طب نقول ايه؟ هنقول اني تعتبر الكربوهيدرات المصدر الاساسي والسريع للحصول على الايه؟ على الطاقة. يبقى بالنسبة للحصول على الطاقة فاحنا قلنا ان الكربوهيدرات هي المصدر الاساسي والسريع اللي بناخد منه الايه؟ الطاقة بتاعتنا. تاني حاجة بالنسبة لتخزين الطاقة. ايه اهمية الكربوهيدرات يا مس في تخزين الطاقة؟ عندنا مثلا الكائنات الحية بتخزن لي الطاقة داخل الاجسام بتاعتها، ولما بتحتاج الطاقة دي عشان تعمل بيها العمليات الحيوية بتاعتها بتبدأ ان هي ايه؟ تطلع الطاقة دي وتستخدمها في العمليات الحيوية. زي مثلا النباتات بتخزن لي الطاقة في صورة نشا. تمام؟ النشا ده موجود فين؟ موجود في البلاستيدات. عندنا كمان الإنسان والحيوان. الإنسان اللي هو إحنا بنخزن الطاقة دي في صورة جليكوجين. طب بنخزنها فين يا مس؟ بتتخزن في خلايا الكبد والعضلات. يبقى إحنا عندنا كده النباتات بتخزن لي الطاقة في صورة نشا، الإنسان والحيوان بيخزن لي الطاقة في صورة إيه؟ جليكوجين في خلايا الكبد والإيه؟ والعضلات. ده بالنسبة لإيه؟ لتخزين الطاقة. يبقى إحنا هنا ممكن نكتب إيه؟ هنكتب النباتات بتخزن لي الطاقة في صورة ايه؟ نشا. اما عندي الحيوان والانسان بيخزنوا لي الطاقة في صورة ايه؟ جليكوجين. الجليكوجين ده بيتخزن فين؟ بيتخزن في خلايا الكبد او خلايا العضلات.
تمام. يبقى احنا تاني أهمية بالنسبة للكربوهيدرات هي تخزين الطاقة. قلنا إن احنا عندنا الكائنات الحية بتخزن الطاقة في حين الحاجة إليها، يعني هي بتفضل مخزناها لحد ما تحتاجها عشان تعمل بيها العمليات الحيوية بتاعتها. زي النباتات بتخزن الطاقة في صورة نشا، النشا ده موجود فين؟ موجود في البلاستيدات. زي الإنسان والحيوان بيخزنوه للطاقة في صورة جليكوجين، الجليكوجين ده موجود فين؟ موجود في خلايا الكبد والعضلات. ثالث أهمية بقى بالنسبة للكربوهيدرات وهي بناء الخلايا. بناء الخلايا. ازاي بتساعد الكربوهيدرات في بناء الخلايا؟ عندي مثلا مادة زي مادة السليلوز. مادة السليلوز دي مش احنا خدنا لسه ادوبك واخدينها في الجزء اللي قبل ده ان هي من الكربوهيدرات او السكريات المعقدة، من السكريات المعقدة. يبقى مادة السليلوز من السكريات المعقدة. طب مادة السليلوز دي بتعمل ايه؟ مادة السليلوز دي بتدخل في تركيب جذر الخلايا النباتية. يبقى أنا عندي مادة السليلوز اللي هي من السكريات المعقدة بتدخل في تركيب جذر الخلايا النباتية. عندي كمان الكربوهيدرات ذات نفسها أصلا بتدخل في بروتوبلازم الخلية وبتدخل في الأغشية الخلوية. احنا كده هنكتب هنا عند بناء الخلايا إن مادة السليلوز بتدخل في تركيب جذر الخلايا، وكمان الكربوهيدرات بتدخل في الأغشية الخلوية وبروتوبلازم الخلية. فاحنا هنكتب كده هنكتب مادة السليلوز تدخل في تركيب جذور الخلايا النباتية. وعندنا كمان الكربوهيدرات ذات نفسها بتدخل في بروتوبلازم الخلايا والأغشية الخلوية. تمام. يبقى احنا كده أخدنا 3 أهميات للكربوهيدرات. أول حاجة الحصول على الطاقة. تمام. أول أهمية الحصول على الطاقة. قلنا إن الكربوهيدرات بالنسبة للحصول على الطاقة فهي المصدر الأساسي والسريع اللي احنا بناخد منه الطاقة بتاعتنا. تمام. بالنسبة لتخزين الطاقة، تاني أهمية هي تخزين الطاقة. قلنا النباتات بتخزن الطاقة في صورة نشا، الإنسان والحيوان بيخزن الطاقة في صورة جليكوجين في خلايا الكبد والعضلات. بناء الخلايا قلنا عندنا مادة زي مادة السليلوز. مادة السليلوز دي بتدخل في تركيب جذر الخلايا النباتية، وكمان الكربوهيدرات بتدخل في بروتوبلازم الخلية والأغشية الخلوية. تمام. ده بالنسبة لأهمية الكربوهيدرات. بما إننا عرفنا إن النشا والجليكوجين دول من الحاجات اللي بيخزنوا لي الطاقة، يعني النباتات بتخزن لي الطاقة في صورة نشا، الإنسان والحيوان بيخزن لي الطاقة في صورة جليكوجين. عندنا النشا والجليكوجين هنقول عليهم إن هم من الكربوهيدرات التخزينية. يبقى النشا والجليكوجين كربوهيدرات تخزينية. طب السليلوز ده دخل في تركيب، يبقى ده من كربوهيدرات كربوهيدرات تركيبية. يبقى النشا والجليكوجين عشان بيتخزنوا يبقى دول كربوهيدرات تخزينية. السليلوز عشان بيدخل في تركيب يبقى كربوهيدرات كربوهيدرات تركيبية. عشان دي ملحوظة مهمة كان لازم نعرفها. دلوقتي بقى احنا هنبدأ ندخل على تجربتين. هناخد تجربة ازاي نكشف على سكر أحادي وازاي نكشف على النشا، وبعد كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. دلوقتي احنا هندخل على أول تجربة معانا وهي الكشف عن سكر أحادي. ازاي نكشف على سكر أحادي؟ بصوا كده انا رسمه لكم هنا رسمه. تمام. بس اول حاجه كده احنا لازم نعرف ايه الادوات اللي احنا هنستخدمها في التجربه دي عشان تفهموا الرسمه دي. فبالنسبه للادوات اول حاجه عندنا 4 انابيب اختبار. 4 انابيب اختبار. دي الانابيب الاختبار، يعني الشكل ده اهو، يعني دي كده انبوبه اختبار، دي انبوبه 1، دي كده انبوبه 2. تمام. دي كده انبوبه 3، دي كده انبوبه 4. تمام. دول انابيب الاختبار اللي عندنا. يبقى اول حاجه 4 انابيب اختبار. تمام. تاني حاجه هنستخدمها معانا وهي محلول جلوكوز. وتالت حاجه محلول نشا وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. رابع حاجه عندنا زلال بيض
تمام. وخامس حاجة عندنا ماء مقطر، ماء مقطر. وسادس حاجة عندنا حمام مائي، ده اللي بالأزرق ده الحمام المائي، تمام. وسابع حاجة عندنا موقد. يعني ايه موقد؟ موقد يعني حاجة تجيب لنا نار، يعني حاجة يعني نعتبرها كده زي البوتاجاز والحاجات اللي بيعملوها بالنار وكده، يعني عشان نسخن بيها الحمام المائي ده، تمام. يبقى احنا عندنا الأدوات اللي هنستخدمها: 4 أنابيب اختبار، محلول جليكوز، محلول نشا، زلال بيض، ماء مقطر، حمام مائي، موقد. ده الموقد، ده ايه؟ ده الموقد، تمام. وعندنا آخر حاجة وأهم حاجة، وهي أصلا اللي مسؤولة عن التجربة دي، وهي كاشف بندكت، كاشف بندكت الأزرق، بندكت الأزرق، كاشف بندكت الايه؟ الازرق. كاشف بندكت الازرق ده يعني لونه ازرق، تمام. يعني زي محلول كده بس ايه؟ لونه ازرق. هنكشف بيه عن السكر الايه؟ الاحادي. هنعمل ايه بقى بالادوات بتاعتنا دي؟ اول حاجه ادي ال4 انابيب بتوعنا. هاجي من الناحيه دي عشان ايه؟ تشوفوا وتركزوا يعني. اول حاجه عندنا ايه؟ ادي ال4 انابيب، دي انبوبه 1، دي انبوبه 2، دي انبوبه 3، دي انبوبه 4. كل انبوبه من دول هحط فيها حاجه، يعني انبوبه هحط فيها محلول جلوكوز، انبوبه تانية هحط فيها محلول نشا، انبوبه تالتة هحط فيها زلال بيض، انبوبه رابعه هحط فيها ايه؟ الماء المقطر. وطبعا الحمام المائي اهو، والموقد اهو، وكاشف بندكت الازرق ده هقول لكم هنعمل بيه ايه. اول انبوبه هحط فيها ايه؟ مثلا الانبوبه دي هحط فيها محلول جلوكوز، تمام. الانبوبه التانية دي هنحط فيها محلول نشا. ركز معايا. الانبوبه التالتة دي هحط فيها ايه؟ زلال بيض، تمام. الانبوبه الرابعه دي هحط فيها الماء المقطر، تمام. وكل واحده من دول 2 مللي 2 مللي، يعني كل واحده من دول هحط فيها 2 مللي 2 مللي، يعني 2 مللي جلوكوز، 2 مللي محلول نشا، 2 مللي زلال بيض، 2 مللي ماء مقطر، تمام. تمام. يبقى دي اول خطوه. يبقى انا اول خطوه هحط في ال4 انابيب بتوعي كل انبوبه هحط فيها حاجه من دول، يعني انبوبه هحط فيها 2 مللي جلوكوز، انبوبه تانية هحط فيها 2 مللي نشا، انبوبه تالتة هحط فيها 2 مللي زلال بيض، انبوبه رابعه هحط فيها 2 مللي ايه؟ ماء مقطر. بعد ما حطيت من كل واحدة فيهم حاجة مختلفة عن التانية بكمية 2 مللي، هم كلهم حطيت 2 مللي 2 مللي في كل أنبوبة اختبار، تمام. هبدأ أعمل إيه بقى؟ هبدأ أضيف لكل أنبوبة من دول، تمام، هضيف لها 2 مللي من كاشف بندكت الأزرق. يبقى أول حاجة حطيت محلول الجلوكوز، بعد ما أحط محلول الجلوكوز حطيت منه 2 مللي، أروح إيه؟ أحط 2 مللي كاشف بندكت الأزرق، كاشف بندكت الأزرق، تمام. يبقى كل أنبوبة هحط فيها محلول جلوكوز هحط قصادها 2 مللي كاشف بندكت الأزرق. هنا نفس الكلام، محلول النشا حطيت 2 مللي هحط قصاده 2 مللي من كاشف بندكت الأزرق. زلال البيض حطيت 2 مللي برضه هحط قصاده 2 مللي كاشف ايه؟ بندكت الأزرق. الماء المقطر حطيت 2 مللي احط قصاده ايه؟ 2 مللي من كاشف بندكت الأزرق. بعد كده هاخد ال4 انابيب دول واحطهم فين؟ في الحمام المائي. هم اصلا اوريدي محطوطين في الحمام المائي، انا حطاهم في الرسمه، بس انت يعني بعد ما حطيت دول بتاخد ال4 انابيب وتحطهم فين؟ في الحمام المائي. وبولع عليهم الموقد، يعني بشغل الموقد ده يطلع ايه؟ نار عشان يسخن الحمام المائي، تمام. يبقى انا حطيت الانابيب في حمام مائي وشغلت الموقد بتاعي عشان يسخن الحمام المائي. هسخن لمده قد ايه طب يا مس؟ هسخن لمده 5 دقائق بس، 5 دقائق بس. بعد ال5 دقائق هروح ايه؟ اطفي الموقد بتاعي. بعد ما ولعته 5 دقائق هطفيه، خلاص انا خلاص كده اخدت اللي انا عايزه. هطفي الموقد. ايه اللي هيحصل بقى، او ايه الملاحظه والاستنتاج اللي احنا هنلاقيها في التجربه؟ تعال اقول لك بقى ايه الملاحظه والاستنتاج بتوع التجربه. هنلاقي ان الانبوبه اللي فيها محلول الجلوكوز وكاشف بندكت الازرق لونها اتغير من اللون الازرق
للون البرتقالي. يبقى احنا هنلاقي الانبوبه اللي فيها محلول الجلوكوز وكاشف بندكت الازرق لونها اتغير من اللون الازرق، ما هي اصلا فيها كاشف بندكت الازرق. كاشف بندكت الازرق ده لونه ازرق، يعني هو خلى المحلول لونه ازرق، فلقينا ان لونه اتحول من اللون الازرق للون الايه البرتقالي، اتحول من اللون الازرق للون البرتقالي. في الحاله دي احنا بنسمي الاختبار ده باختبار موجب. يعني لو كاشف بندكت الازرق لونه اتغير يبقى الحاجه دي ايه؟ هنقول عليها اختبار موجب. لو عندي كاشف بندكت لونه ما اتغيرش يعني من الازرق لاي لون تاني، يبقى في الحاله دي هنقول على الاختبار ده اختبار سالب. يبقى اللون اتغير اختبار موجب، اللون ما اتغيرش اختبار ايه؟ اختبار سالب. طب هل في انابيب تانية في التجربه عندنا الوانها هتتغير غير الانبوبه اللي فيها محلول الجلوكوز يا مس؟ لا، مفيش اي انبوبه تاني لونها هيتغير. لو جينا لانبوبه النشا هنلاقي مثلا ان انبوبه النشا ده مش من السكريات الاحاديه، فبالتالي لون الكاشف بتاع كاشف بندكت لونه مش هيتغير. ليه مش هيتغير؟ لان هو اصلا مسؤول عن الكشف عن السكريات الاحاديه بس، مش مسؤول عن اي سكريات تانية. يعني السكريات المعقده كاشف بندكت الازرق ما بيكشفش عنيها، فبالتالي لونها مش هيتغير. الانبوبه اللي فيها النشا لونها مش هيتغير. طب الانبوبه اللي فيها زلال البيض، احنا لو جينا بصينا اصلا لزلال البيض، هل زلال البيض فيه سكر؟ يعني هل زلال البيض ده من السكريات؟ لا طبعا مش من السكريات. انتوا لو فاكرين احنا اخدنا في الحصه اللي عدت او في الحصه التمهيديه اخدنا ان زلال البيض ده اللي هو بياض البيض اصلا. زلال البيض او بياض البيض ده فيه بروتينات مش سكريات، هو تبع البروتينات مش تبع الكربوهيدرات اللي هي السكريات. فاحنا بالتالي عندنا زلال البيض ده الانبوبه بتاعته او كاشف بندكت الازرق مش هيكشف عليه ولا هيتغير لونه لما نحطه على زلال البيض. تمام. طب الماء المقطر، هل الماء المقطر فيه سكر عشان كاشف بندكت الازرق يتغير لونه؟ لا طبعا ما فيهوش سكر. الميه العاديه بتاعتنا فيها سكر؟ لا ما فيهاش سكر. فبالتالي لون الانبوبه او كاشف بندكت الازرق مش هيتغير لونه مع مين؟ مع الانبوبه اللي فيها ماء مقطر. فاحنا هنلاقي ان الانبوبه الوحيده اللي لونها هيتغير هي اللي فيها محلول الايه؟ الجلوكوز، لان كاشف بندكت الازرق ما بيكشفش غير على السكريات الاحاديه، لكن ما بيكشفش على اي نوع من السكريات التانية او اي حاجه تانية. يعني اي حاجه تانية ما فيهاش سكر فبرضه لونها مش هيتغير. يبقى سواء سكريات معقده، سكريات ثنائيه، اي حاجه ما فيهاش سكر هو ما بيكشفش عليها. هو بيكشف على مين؟ بيكشف على السكريات الاحاديه بس. فهنلاقي ان المحلول بتاع الجلوكوز او الانبوبه اللي فيها محلول الجلوكوز هي اللي لونها هيتغير. طب هيتغير من ايه لايه؟ هيتغير من الازرق الى البرتقالي. وفي الحالة دي بنسمي الاختبار ده اختبار موجب. طب هنا محلول النشا هنسميه اختبار ايه؟ اختبار سالب. طب ليه اختبار سالب؟ لان هو مش من السكريات الايه؟ الاحادية. اختبار سالب لان اللون بتاع محلول بندكت الازرق ما اتغيرش. زلال البيض نفس الكلام. بص يا سيدي، احنا دلوقتي هناخد اخر تجربة معانا في الدرس ده وهي تجربة الكشف عن النشا. وبما ان تجربة النشا يعني انا شايفة ان هي مش محتاجة ان انا اشرحها لك على السبورة، فانا قلت اقراها لك من الكتاب لان هي ما فيهاش يعني شغل كتير، وهي نفس الفكرة. يعني نفس الفكرة بتاعت التجربة دي هي نفس الفكرة. اول حاجة ايه الادوات اللي انا هستخدمها او العينات؟ هنا عينات بقى. عينات من ايه؟ عينات من اطعمة. انا عندي العينات اللي هستخدمها هنا. بص هستخدم ايه كده؟ هستخدم مسحوق حليب، وهنستخدم بذور بازلاء، وهنستخدم فول الصويا، وهنستخدم السكر والتفاح الاخضر، وهنستخدم جزر، وهنستخدم كريبس، وهنستخدم كمان مكرونة وخبز وقمح. تمام. وهنستخدم محلول يود، وهنستخدم قطارة. يبقى احنا عندنا العينات اللي هنستخدمها في التجربة دي. انا عايزاك بس ايه؟ تقرا العينات دي من الكتاب كويس وتعرف مين من العينات دي فيها نشا ومين من العينات دي ما فيهاش نشا. العينات اللي فيها نشا هي اللي لونها هيتغير، العينات اللي ما فيهاش نشا هي اللي لونها مش هيتغير. تمام. يبقى محلول اليود هو بقى اللي هيكشف لي عن النشا. يبقى مين هنا اللي بيكشف عن النشا؟ محلول اليود. محلول اليود هنا لونه ايه؟ محلول اليود هنا لونه برتقالي. هيتغير لايه؟ هيتغير للون الازرق الداكن. يبقى محلول اليود في الاصل لونه برتقالي. تمام. لو انا ضفته لاي عينه من دول، يعني لو ضفت محلول اليود مثلا للكريبس، لو ضفت محلول اليود للتفاح الاخضر، لو ضفت محلول اليود
الخبز لو ضفت محلول اليود للمكرونه، فانا هبدا اشوف مين فيهم هيغير من محلول اليود اللي هو لونه برتقالي للون الازرق الداكن. يعني انا هشوف مين في دول من العينات بتاعه الاطعمه اللي انا هستخدمها دي، هشوف مين فيهم لو انا ضفت له محلول يود هيخلي محلول اليود لونه يتغير من البرتقالي للازرق الداكن. الاقي مثلا المكرونه والقمح والخبز لون اليود معاهم هيتغير، يبقى انا لو ضفت للمكرونه والقمح والخبز ضفت لهم محلول يود، لون محلول اليود هيتغير. طب هيتغير لايه؟ هيتغير من البرتقالي للون الازرق الداكن، لان خصوصا كمان عندي المكرونه والقمح والخبز دول اصلا من الاطعمه اللي هي غنيه بالنشا، يعني فيها كميات نشا كتير، مثلا زي فول الصويا والجزر والكرفس وبذور البازلاء برضه هيخلوا محلول اليود لونه يتغير، بس يتغير للون الازرق الفاتح او الباهت مش الازرق الداكن. طب هتقولوا لي ليه يا مس؟ عشان دول مواد او عينات من الاطعمه غنيه بالنشا بس بكميات قليله، يعني ممكن نقول ان هي فقيره في النشا، يعني فيها نشا بس نشا قليل. تمام. هنلاقي كمان عندي مسحوق الحليب والتفاح الاخضر والطماطم والسكر، دول محلول اليود معاهم مش هيتغير اصلا. طب ليه مش هيتغير؟ لان دول اصلا ما فيهمش نشا، يعني هم اصلا ما فيهمش نشا عشان اكشف فيهم عن النشا. يعني هل الحليب فيه نشا؟ لا طبعا ما فيهوش نشا. هل التفاح الاخضر فيه نشا؟ ما فيهوش نشا. هل عندي الطماطم فيها نشا؟ لا طبعا ما فيهاش نشا. هل السكر فيه نشا؟ لا ما فيهوش نشا. يبقى بالتالي دول اصلا مش هيغيروا من لون محلول اليود. اللي هيغيروا من محلول اليود اللي هم فيهم نشا، بقى نشا بكميه كبيره نشا بكميه قليله، فهيغيروا لي من محلول اليود. فاحنا قلنا ان احنا عندنا المكرونه والقمح والخبز دول عشان فيهم نشا بكميه كبيره، فدول هيغيروا من محلول اليود، هيغيروه لي من اللون البرتقالي للون الازرق الداكن. وعندنا فول الصويا والجزر والكرفس وبذور البازلاء دول فيهم نشا بس نشا بكميه قليله، يعني هم فقراء في النشا عندهم قليل، فهم برضو هيغيروا لي محلول اليود بس هيغيروا لي لونه من اللون البرتقالي للون الازرق الفاتح او الازرق الباهت. اما الباقي كله فهو مش هيغير لي من لون محلول اليود. خلصنا الدرس خالص، مفيش اي جزء تاني في الدرس. طبعا الدرس يعني اخد مننا فيديوهين، الدرس الاول اللي هو بتاع الكربوهيدرات اخد مننا فيديوهين، انا حبيت ان انا اعمله لك على فيديوهين عشان ما تحسش بملل، وفي نفس الوقت مش حابه ان انا اديك كميه كبيره فما تقدرش تذاكرها، او ان انت مثلا تحس الدنيا دخلت في بعض وتحس الدنيا عكت كده. لا انا مش عايزه ده خالص. طبعا عشان في ناس بتوع ازهر بيتابعونا فاحنا كملنا الدرس ده، ولكن احنا مش عارفين هل الدرس معانا اصلا في المنهج ولا لا. فهو لو مش معانا فهو هيفيد بتوع الازهر، لو هو معانا فهو هيفيدكم انتوا كمان بتوع عام. احنا دلوقتي هنوقف تصوير وهنوقف شرح ومش هنشرح تاني، بس ليكم عندي فيديو حل عشان برضو الناس بتوع الازهر، ليكم فيديو حل هنحل مع بعض ده بالامتحان عشان الازهر، وعشان لو المنهج ده معانا فبرضو هيفضل قاعد على القناة، يعني نستنى لحد ما المنهج ينزل وهنكمل سوا مع بعض. طبعا هتوحشوني جدا جدا لحد فيديوهات الشرح اللي هننزلها على اول شهر 9 بعد ما ينزل المنهج. باي باي.